تبدأ أحداث الفيلم من الطفولة. طفولة فيكرانت مليئة بالمتنمرين، وطفولة روني مليئة بالدفاع عن أخيه الكبير وتحمل الضربات من والده وتعرضه الدائم للمشاكل في سبيل أخيه ووالدهما المفتش تورفيتي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة دفاعا عن الأبرياء بعد قتال جريء بين عصابتين خطيرتين. ولم ينس روني آخر كلمات والده قبل موته: أعتني بأخيك الكبير فهو بحاجتك. ويصبح فيكرام مفتشا لإخافة الناس، ويبدأ أول مهمة يفوضها له رئيسه في العمل، وهي أن يقتحم مصنعا لينقذ أبرياء محتجزين فيه. فيرتعب فيكرام من الفكرة ويخبر الجميع بأنه لا يستطيع إتمام مهمة صعبة كهذه، ولكن يقنعه أخوه بأن يذهب وحيدا وأنه سيكون معه سرا لينجز المهمة بدلا عنه. يذهب فيكران للمصنع ويرافقه روني في الخفاء، وبين أشعال الأنوار وإغلاقها ينجز روني مهمة أخيه الشرطي ويقضي على جميع المجرمين وينقذ المحتجزين الأبرياء، ويترك بعضها أضواء الشهرة وعبارات التقدير والامتنان لأخيه فيكران. وتقديرا لهذا الشرطي أن يزور مفوض مومباي مركز أخرى الأمن لتهنئة فيكرام ويطلقون عليه ألقاب القوة والشرف في المحافظة على أرواح الناس وإنقاذهم وحده بلا مساعدة من أحد. وبوقت قياسي وبعد هذه الحادثة يصبح فيكرام مهما من قبل الجميع ومحل فخر واحترام، فيطلقون عليه لقب مقدام أغرى. ويتزوج بعدها فيكرام من روشتي، ويقع روني في حب أختها سيا. نتعرف بعد ذلك أن عملية الخطف التي أحبطها روني تتبع لأخبر إرهابي في العالم، أبو جلال، الذي ينشر الخوف في البلاد ويستخدم الناس لخدمته ولتفجير أنفسهم لقتل أكبر عدد ممكن. أما في عمليته الإرهابية هذه فيهدف لخطف عوائل بريئة من غازي آباد ليتم ترحيلهم إلى دول أخرى. فيقرر إتباع هذا المجرم فيما بعد خطف روني للانتقام من فيكرام واستخدامه كنقطة ضعف لاعتقادهم أنه من أحبط عملهم، ويطلبون الرهائن بدلا من روني أن أرادوه حيا، وكالعادة ينهرون عمله في القضاء عليهم جميعا. ليصل فيكرام فيما بعد ويحصل الثناء والشكر على عمل لم يقم به. يسافر فيكرام إلى البلاد التي يسيطر عليها أبو جلال بإجرامه، ومن هنا تبدأ معركة روني مع بلد بأكملها. ويظن فيكرام أن عمله سيقتصر على أعمال مكتبية ليعود بعدها لوطنه وأخيه وزوجته الحامل بابنه الأول. لكن القصة امتدت للأكثر من هنا، في خلال مكالمة بين روني وأخيه رن جرس الباب، فإن عصابة خطفت فيكرام بعد ضرب مبرح، وأخيه روني يشاهد هذا كله عبر مكالمة فيديو التي كان يجريها مع أخيه فيكرام ليرد عليه الخاطف بأنه أن أراد استرجاع أخيه فإنه لن يحارب 100 أو 1000، إنما سيحارب بلد بأكملها. ليتوعد روني بأنه سيمحي ذلك البلاد عن وجه الأرض. يذهب روني وسيا في البلاد التي يسيطر عليها أبو جلال بحثا عن فيكرام، ويذهبان لمركز الشرطة بلا فائدة. تذكر في وجدان إخطار الذي حاول سرقتهما فيما بعد، وبفضل معرفته بجميع لصوص المدينة ساعد روني في إيجاد محفظة فيكرام التي سرقت منه لحظة وصوله. وبعدها وصل روني للفندق الذي كان يسكنه فيكرام وإلى غرفته بالتحديد، حيث وجد هاتف فيكرام المحطم، ومن خلال بصمات الأصابع التي على الهاتف يستطيع روني إيجاد الرجل الذي خطف فيكرام. وبعد مطاردة طويلة وقبل أن يخبره الرجل بمكان أخيه بدقائق معدودة تصدمه شاحنة لتودي بحياته، وقد ماتت حقيقة مكان فيكرام معاه، مكان مظلم. يخرج فيكرام والدماء تملأ وجهه ليوضع مع مجموعة من المختطفين، وفي هذه الأثناء سيا وروني وأخطار يبحثون عن طرف خيط يوصلهم لفيكرام، فيصلون لتاج محل المكان الذي يجتمع فيه أتباع أبو جلال، وبمساعدة الشرطة يجدون تابع من أتباع EBL يحصلون عنه على معلومات حول فيكرام والعملية الإرهابية التي سيقوم بها أبو جلال، التي تتضمن استخدام هنود وباكستانيين مختطفين لتفجير أنفسهم في أماكن مأهولة بالسكان. فيغير أبو جلال خطته بسبب كشفها من قبل الشرطة التي أفشلت تفجير السفارة،
وبعد معركة عنيفة دارت بين روني وأتباع أبو جلال وأسلحتهم وطائرتهم، منظمة إرهابية كاملة لأجل أخيه. في الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.